13 اختلاف اساسي بين اليونيفرسال اناليتكس وجوجل اناليتكس 4، واللي ما ينفعش تدخل على جوجل اناليتكس 4 من غير ما تعرفه. ايه اللي حصل للباونس ريت، وازاي هعرف اعداد اليوزر اللي هيشتروا قبل ما يشتروا، وايه دخل الماشين ليرنينج بجوجل اناليتكس واليوزر ايدنتيفاير، وايه هي الانجيج سيشن والفرق بينها وبين السيشن اللي احنا نعرفها، ويعني ايه فلات ستراكشر، وايه هو دور الداتا ستريمز. كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو ده. انا الاء وانا اسراء. هنكون معاكم خلال الفيديو ده. هنتكلم عن اكتر 13 اختلاف اساسي بين اليونيفرسال اناليتكس وجوجل اناليتكس 4، واللي ما ينفعش تدخل على جي 4 من غير ما تعرفه، لان طبعا كلنا عارفين ان اليو اي هيتوقف رسميا من يوم 1/7/2023، وهيبدا بشكل كامل الاعتماد على جي 4 بس، واللي فيه اختلافات مش قليله ومش هتخلص لحد اللي هنقوله النهارده. وللاسف هترجع لنقطه الصفر لو ما خدتش الخطوه دي دلوقتي علشان تلحق تجمع داتا الويب سايت بتاعك، لان لو استنيت لوقتها مش هيبقى عندك اي داتا تقدر تاخد عليها قرار، وده بسبب ان مفيش هيستوريكال داتا تقدر تنقلها من يو اي لجي 4. فاحنا دلوقتي هناخد معاك اول خطوات الرحله اللي هتكمل معانا على اليوتيوب سلسله فيديوهات عن جي 4 هتنزل على اجزاء مختلفه طول الفتره الجايه. بس الاول محتاجين نعرف ايه الفرق بين اليو اي والجي 4، وده اللي هنغطيه في الفيديو ده. اول اختلاف بين اليو اي وجي 4 اللي هنتكلم عنه هو شكل تجميع الداتا. في اليو اي التراكنج كود اللي كان مستخدم في الموبايل ابس والويب سايت مكتوب بالجافا سكريبت، وكانت الداتا المتجمعه بتعتمد على السيشنز والبيج فيوز في تصور الداتا ومراحل تخزينها وعدها في الريبورتس جوه الاكونت، وكل ده كان بيعتمد على الكوكيز بشكل اساسي لتجميع كل الداتا اللي بتتخزن في ديفايس اليوزر، مع توافر الكاستم ديفينيشنز واللي كانت بتتمثل في الكاستم دايمنشن والكاستم ميثود. في جي 4 التراكنج كود المستخدم للموبايل ابس والويب سايتس متنفذ بمكتبه جي-tag.js جافا سكريبت، واللي خلت الداتا بتتجمع بناء على ميجرمنت بروتوكول بيبعت الداتا مباشره على جوجل سيرفر من غير ما تعتمد على الكوكيز. وكمان بقت كل حاجه بتدور حوالين الايفنتس، وبيعتمد على اليوزر ايدنتيفايرز والايفنتس كوسيله لتجميع واستقبال الداتا وقراءتها او تخزينها من خلال الايفنتس بارامتر. وبقى الاساس ان اي انتر اكشن بيوصل لجي 4 بيوصل على هيئه ايفنت بما فيهم البيج فيو، مع توافر الكاستم ديفينيشنز زي الكاستم دايمنشن والكاستم متريك اللي بقى هم كمان معتمدين على الايفنتس، وده هنشوفه مع بعض في الفيديوهات الجايه بشكل عام. الاختلاف التاني، اليو اي كان ويب فيرست وبيعتمد على الويب سايت تراكنج بشكل كامل، ولو كنت محتاج تعمل تراكنج للموبايل ابلكيشن فافضل حاجه انك تعمل له بروبرتي منفصله وتبني من خلالها الانتجريشن بين اليو اي والاناليتكس اس دي كي لو كان اندرويد ابلكيشن، واناليتكس اي او اس اس دي كي لو كان اي او اس، وعلى البروبرتي دي تقدر تعمل كل الايفنتس والجولز وكل الديفينيشنز اللي محتاج تقراها. اما بقى في جي 4 بقى بيدعم الكروس بلاتفورم، وبقى بيدعم الويب والاب تراكنج من خلال حاجه اسمها داتا ستريم، متوفر منها 3 انواع في البروبرتي الواحده، وهم ويب داتا ستريم، اي او اس داتا ستريم، اندرويد داتا ستريم. والداتا ستريمز خلت فيه فرصه ان احنا نقدر نشوف داتا مشتركه ما بينهم، وبتقدر منها تظبط السيتنجز بتاعت كل ستريم والتفضيلات بتاعتك لنوع الداتا اللي تستقبلها من خلالها. كمان جي 4 بيوفر لك على مستوى البروبرتي الواحده لحد 50 داتا ستريم، بس شرط ان عدد الاب ستريم من ال 50 دول ما يعديش 30 ستريم. الاختلاف رقم 3، شكل الاستراكشر في يو اي كان هرمي، بيبدا بالاكونت وبعدين مجموعه البروبرتيز وبعدين مجموعه الفيوز اللي فيها بنحدد الفلترز والزاويه اللي هنستقبل ونقرا من خلالها الداتا. اما بقى في جي 4 اتلغى الفيو وبقى الاستراكشر ثابت او فلات، وبقى عباره عن الاكونت والبروبرتيز وجواها مجموعه من الداتا ستريمز المختلفه. ولو انت سمول او ميديم بزنس فجوجل بتوجهك انك تعمل مانجمنت للداتا بتاعتك من خلال بروبرتي واحده بس، لكن لو البيزنس بتاعك انتربرايز هنسيب لك في الديسكربشن لينك بيوضح لك طبيعه الجي 4 اكونت ستراكشر لاشهر الاندستري. الاختلاف رقم 4، في اليو اي كان ممكن تعمل تراكنج بالكلاينت اي دي لليوزرز من خلال الديفايس اي دي، واللي كان بيعتمد على الكوكيز، وده بيخليها معرضه انها تتمسح او يتعمل لها بلوك اي لحظه. وكمان بنقدر نميز ونضيف اي ديز تانية للكلاينت اي دي زي الكاستمر اي دي واللوجن اي دي او اليوزر اي دي بقيم غير مكرره. اما بالنسبه لليوزر بروبرتيز زي السن والنوع والتفاصيل اللي شبهها كلها كانت بتحتاج تتعمل ككاستم ديفينيشنز، وده اوبشن موجود في اليو اي. لكن في جي 4 بدا يكون في مجموعه من اليونيك ايدنتيفايرز مع بعض، وهم الديفايس اي دي واليوزر اي دي، وحاجه جديده اسمها جوجل سيجنال، ودي عباره عن اوبشن بتشغله في جي 4 علشان تدي لجوجل الاذن يجمع البيانات الاساسيه عن اليوزر اللي متخزنه عنده زي السن والنوع واي بيانات تانية شبههم، وبتعتمد بشكل اساسي ان اليوزر يكون عامل لوجن بجوجل اكونت بتاعه على البراوزر او الديفايس. كمان جوجل سيجنالز والديفايس اي دي تحديدا بيسمحوا لنا نحافظ على التراك داتا من البلوك او المسح، لانهم ما بقوش معتمدين بشكل اساسي على الكوكيز. كل ده ومعاه الكاستم ايدنتيفايرز اللي متوفره في جي 4 زي ما هي على اليو اي. وما تقلقش، في فيديو الهاو تو بتاع السيت اب هتلاقي خطوات عمليه وتفاصيل اكتر عشان تتاكد ان الاكونت جاهز تماما. الاختلاف رقم 5، اليو اي مش مشهور قوي بتدخل الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، واللي كان بس بيكون متاح من خلال انتجريشنز او بلجنز معينه،
تضاف لجوجل اناليتكس. وكمان الليميتس الموجوده للبريدكتيف اناليتكس فيتشرز محدوده شويه، زي اننا نعمل سيجمنت لليوزرز مبنيه على اليوزر بيهيفير اللي فات ليهم. ومن وقت اعلان جي اي 4 هو بين كل كلمه وكلمه بنجيب سيره الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، وده لان من خلاله اتخذت خطوه كبيره في الجزء ده، واللي متوقع في كل التطورات اللي جايه هتزيد اكتر. فهتلاقي في جي اي 4 بقى في تدخل للماشين ليرنينج من خلال جوجل برودكت زي البيج كويري اللي بتسمح لنا نوصل لاناليسيز وداتا موديلنج متطور اكتر من غير اي تكنيكال سكيلز زياده. كمان في جي اي 4 بتوفر لنا حاجه اسمها بريدكتيف ميتريك، ودي بناء على اليوزر بيهيفير داتا، زي مثلا كم عدد اليوزرز اللي متوقع يشتروا خلال 7 ايام الجايين لو انا اي كوميرس ستور. وكمان تطور تدخل الاي اي موديلز في اكتر من حاجه، زي مثلا عرض اهم الانسايتس والترندز بشكل اوتوماتيك في الداشبورد، او الريبورت بيجز، او تحديد الهاي فاليو سيجمنتس واللي هي اكتر السيجمنتس اللي ممكن تعود بفاليو على البيزنس بتاعك، او اكتشاف الروابط اللي مش متوقعه بين الداتا من الكونفرجن تراكنج والفانل. كل ده علشان يساعدك تاخد قرارات افضل ومدروسه بشكل اكبر. الاختلاف رقم 6 في اليو اي زي ما وضحنا كان بيعتمد على الكوكيز، وده بيزود القلق من ناحيه الخصوصيه واختراقها. ولو كنت بتستخدم اليو اي لاكونت في دول اوروبا او امريكا، فاكيد عارف انه كان بيتطلب انشاء اتفاقيه مع جوجل عشان تضمن انك ما بتخالفش اللوائح العامه لحمايه البيانات ولوائح الخصوصيه الثانيه المطبقه عالميا، لان ده بيعرضك للمساءله القانونيه. لكن في جي اي 4 الموضوع بقى امن، لانه بقى يستخدم نموذج للداتا مبني على الايفنتس بشكل كامل، وده بيقلل القلق من ناحيه الخصوصيه، وبيدي لليوزر امكانيات انهم ينسحبوا من داتا او ايفنتس معينه، او حتى يختاروا هل يشاركوا بياناتهم دي لصالح جوجل ولا لا. وبالنسبه للداتا وتخزينها او مشاركتها، فبقى بيتضمن بيلت ان اوبشنز للداتا ديليشن والداتا ريتنشن، واللي بقت بتساعد جي اي 4 يوزرز يلتزموا بقوانين اللائحه العامه لحمايه البيانات ولوائح الخصوصيه المطبقه عالميا. فيديو الهاو تو برضه بتاع السيت اب هتلاقي تفاصيل اكتر عن النقطه دي. الاختلاف رقم 7 في اليو اي كان متوفر 3 انواع ايفنتس اساسيه، وهما الستاندر ايفنتس والكاستم ايفنت والاي كوميرس ايفنت. وعشان تقدر تبعت اي كاستم ايفنت بتحتاج تعرف ال3 بارامترز الاساسيه، وهما الليبل والاكشن والكاتيجوري، وفاليو كل حاجه فيها ليها تعريف وقيمه معينه لازم تبعتها عشان تستقبل الايفنت صح. في جي 4 الايفنتس بقت الاساس اللي بيدور حواليها كل معلومه موجوده على الاكونت، واللي اتطورت كتير من ناحيه الانواع، واللي وصلوا ل4 انواع حتى الان، وهم recommended events والانهانسد ميجرمنت ايفنتس والاوتوماتيكلي كولكتد ايفنتس والكاستم ايفنتس. وعشان تقدر تبعت اي ايفنت بتحتاج بس الايفنت نيم والبارامتر. ومن الاضافات المختلفه كمان في جي 4 هي كاستم ايفنتس المبنيه على ايفنت تاني، وما تقلقش كل تفاصيل الجزء ده موجوده في فيديو لوحدها. الاختلاف رقم 8 في اليو اي كاستم ديفينيشن هما الكاستم دايمنشن والكاستم متريك. والكاستم دايمنشن موجود منه 4 انواع سكوبس، وهما برودكت وهيد وسيشن ويوزرز. والكاستم ماتريكس موجوده بنوعين سكوبس، وهما الهيت والبرودكت، والاثنين بنستقبلهم من خلال جوجل تاج مانجر او الباك اند امبلمنتيشن. وفي جي 4 الكاستم ديفينيشنز برضو عباره عن كاستم دايمنشنز وكاستم ميتر، بس الكاستم دايمنشن ب3 انواع سكوبس، وهما الايفنت والايتم واليوزر سكوب. والكاستم متريك موجوده بنوع واحد بس وهو الايفنت سكوب. والكاستم دايمنشنز والكاستم ماتريكس معتمدين على الايفنتس، وبيستقبلوا الداتا تحديدا جوه الايفنت بارامتر اللي بنبعتها من خلال جوجل تاج مانجر او الباك اند امبلمنتيشن. وهتلاقي في البلاي ليست فيديو تفصيلي اكتر بيتكلم عن الكاستم ديفينيشنز وتنفيذها. الاختلاف رقم 9 في اليو اي حدود الكاستمايزيشن بتدور حوالين انك بتقدر تعمل كاستم دايمنشن وكاستم ماتريكس وكالكوليتد ماتريكس، وكمان الكاستم ريبورتس والادفانسد سيجمنتس والفلترز. لكن في جي 4 المدى بقى اوسع واكبر كتير، وبقى فيه سيتنجز وحاجات جديده من الاول تسمح لنا نعمل كاستمايزيشن اعلى من الموجود بالفعل في اليو اي، فبقينا قادرين نعمل كل اللي هقوله لك ده. الكاستم ايفنتس مبنيه على ايفنت تاني، والكاستم دايمنشنز والكاستم ماتريكس والكاستم اودينس والكاستم فانلز والكاستم كونفرجن تراك، بالاضافه للكاستم ريبورتس اللي بقت موجوده مع مكتبه كبيره جدا من الجداول والكاتيجوريز المتنوعه، واللي بقينا نقدر نتحكم في ترتيبها وشكلها، بالاضافه لسكشن كامل جديد اسمه الاكسبلوريشن، واللي من خلاله بتقدر تبني ريبورتس كامله وتحدد شكل العرض والمقارنه وتضيف فلترز على الداتا، وكمان تستخدم السيجمنت. وكمان الاكسبلوريشن هيكون ليه مجموعه فيديوهات جايه في البلاي ليست ونطبق اكزامبلز عليها سوا. سيب كومنت لو مهتم بيها. الاختلاف رقم 10 في اليو اي مقارنه الداتا كانت متوفره من خلال الديت رينج، ولو حبيت تشوف قيم مختلفه جنب بعض في الريبورتس بناء على كونديشنز فتقدر تعمل ده من خلال سيجمنتس وبس، والاوبشنز اللي موجوده محدوده شويه فيها، غير انها بتفضل ثابته طول الوقت. اما بقى في جي 4 المقارنه متوفره بشكل اساسي في مكانين، الاول في الريبورتس الاساسيه، وهنا توفرت من خلال الديت رينج، وكمان نطاق اوسع من الكونديشنز اللي تقدر تطبقها من غير الاعتماد على السيجمنت، لان ما بقاش ليها مكان في الريبورت. تاني مكان وهو الاكسبلوريشن ريبورتس، ودي فيها فرصه تستخدم مقارنه الديت رينج والسيجمنتس، وكمان تتحكم في شكل العرض زي ما قلنا. ومن المكانين تقدر تشوف الداتا احسن بكتير من قبل كده.
وبرده الجزء ده ادينا له حقه كامل في البلاي ليست، وهنتكلم اكتر بتفاصيل عمليه عن الريبورتس والاكسبلوريشن، فخليك متابع. لحد هنا انت عرفت الخطوط العريضه للجي 4 وكل اللي جاي هيكون عباره عن الاختلافات الحسابيه لاشهر المتركس الموجوده اللي مهم تعرفها وانت بتستخدم جي 4. الاختلاف رقم 11 في اليو اي، السيشن هو عباره عن مجموعه من الانتراكشنز على الويب سايت او الاب لمده زمنيه، وبيتم حساب عدد السيشن متركس بمجرد ما يفتح اليوزر الويب سايت او الاب. في جي 4 السيشن برضه هو مده زمنيه من اليوزر انتراكشن على الويب سايت او الاب، وبيتم حساب عدد السيشن مترك بمجرد ما يتبعت بيج فيو ايفنت او سكرين فيو ايفنت. بس الجديد في جي 4 انه بقى في مترك جديده وهي الانجيجد سيشن، ودي اتعملت عشان تحقق قراءه ادق لليوزر بيهيفير بارقام واضحه، ومن شروط احتساب السيشن دي على انها انجيجد سيشن ان يكون على الاقل اتبعت ايفنت تاني بعد اول بيج فيو ايفنت على الويب سايت او سكرين فيو ايفنت على الاب. والشرط الثاني ان السيشن تكون مستمره على نفس البيج من غير ما يحصل اكزيت على الاقل لمده 10 ثواني. بس خد بالك ان ال 10 ثواني دول مش ثابتين، دي حاجه اسمها انجيجد سيشن تايمر تظبطها في السيتنج، وهتعرف تعمل ده ازاي بالظبط في الفيديو الجاي. الاختلاف رقم 12 في اليو اي، الكونفرجنز معتمده على الجولز اللي بتحددها بناء على اللي يناسبك، والجولز ممكن تبقى مده معينه بيقضيها اليوزر عندك او بيج معينه بيوصل لها. اما بقى في جي 4 فزي ما قلنا كل حاجه بتدور حوالين الايفنتس بما فيها الكونفرجن، فبقت الكونفرجن عباره عن ايفنت احنا محددين انه كونفرجن من الايفنت ليست الموجوده في الادمن سيكشن، وبنقدر نتابع اعداده بسهوله وكمان نتحكم في تشغيلها في اي وقت. الاختلاف رقم 13 في اليو اي، الاكتيف يوزر بيتحسب بمجرد ما اليوزر يعمل سيشن لمده معينه، لكن في جي 4 الاكتيف يوزر بيتحسب بمجرد ما اليوزر يعمل انجيجد سيشن. بس كده احنا عارفين ان وصولك لهنا وانت مستوعب كل اللي اتقال يعتبر انجاز في حد ذاته، بس مفيش مشكله لو قررت الفيديو تاني عشان تتاكد ان مفاتكش اي حاجه، لان كل اللي جاي عملي اكتر ومفصل اكتر. محتاج تستعد ليه كويس. ولو في اي اسئله عندك قول لنا.